خطوة واحدة هنا وتحس إنك في مكان تاني. طبيعة ساحرة، تاريخ ملكي، وجمال ما يتوصفش. هي دي حدائق المنتزه. عاوزين تعرفوا أصل الحكاية؟ تعالوا معاي. مش مجرد شجر ونخيل، هنا الطبيعة متشكلة بأجمل صورة. أنواع نادرة، ألوان متناسقة، ومساحات خضراء بتمتد لأبعد مدى. أهلا بيكم في حديقة المنتزه، أجمل وأشهر الأماكن اللي موجودة في اسكندرية. الحديقة مش بس للنزهة فقط، لا بالعكس، دي كانت جزء من القصر الملكي اللي بناه الخديوي عباس حلمي الثاني سنة 1892، واللي بعد كده أخده الملك فاروق وخلاه مقر صيفي له. الحديقة مليانة أشجار نادرة وممرات رائعة، وكمان بتطل على البحر مباشرة. جاهزين معايا تاخدوا الجولة؟ يلا بينا. حدائق المنتزه في اسكندرية تعتبر من أهم الأماكن السياحية والتاريخية في المدينة، وبتغطي مساحة أكتر من 370 فدان. فيها أشجار ونباتات نادرة، وكمان فيها معالم تاريخية زي قصر السلاملك وقصر الحرملك. في 2020 بدأوا مشروع تطوير كبير عشان يخلوها وجهة سياحية عالمية. التطوير شمل بحيرات صناعية جديدة متوصلة ب3 شلالات طبيعية على مساحة 31 ألف متر مربع. كما تم تحسين البوابات والأسوار بطول 2600 متر، وترميم أماكن أثرية زي برج الساعة وكشك الشاي، وتجديد قصر السلاملك بالكامل تحت إشراف وزارة الآثار. القصر بقى فيه غرف ملكية متاحة للزيارة، والمطعم الأزرق، ونادي صحي، ومجموعة مطاعم جديدة. واللي قدامكم ده قصر الحرملك، قريب جدا هنعمل عنه محتوى خاص لوحده. جوه الحديقة في خطة جديدة لاستخدام عربيات الترام القديمة بشكل مختلف، وهي تحويلها لترام كافيه، يعني كافيه جوه العربية. الفكرة دي لسه في مرحلة التنفيذ، وهدفها إنها تقدم تجربة جديدة للزوار تجمع ما بين التراث والتجديد، وده ضمن التطويرات اللي بتحصل في الحدائق عشان تخليها أكثر جذبا للسياحة. التطويرات دي مش بس وقفت على فكرة الكافيه، لكن كمان في وسائل تنقل جوه الحديقة زي طفطف اللي بيساعد الزوار يلفوا في كل مكان في الحديقة بسهولة من غير ما يتعبوا، خصوصا إن مساحة المنتزه كبيرة جدا وفي أماكن كتيرة تستاهل الاستكشاف. بشكل عام الخطط هدفها إن حدائق المنتزه تفضل مكان متكامل للتمشية والاسترخاء، وفي نفس الوقت خدمات حديثة تناسب كل الأذواق. برج الساعة اللي موجود في حدائق قصر المنتزه واحد من أهم المعالم التاريخية المميزة. البرج اتبنى بأمر من الملك فؤاد الأول، وكان مستوحى من تصميم برج بيج بن الشهير في لندن. البرج ليه لمسة مميزة جدا. لما الساعة كانت بتدق كان بيظهر 4 تماثيل ذهب للملك فاروق، وده كان بيدي منظر فخم وجذاب للبرج. البرج ده موجود في قلب القصر، وتصميمه المعماري ملفت جدا وبيعكس الطراز الملكي اللي كان منتشر وقتها. ودلوقتي عاوزكم تستعدوا وتستقبلوا المنظر الجميل اللي هتشوفوا عليكم دلوقتي.
حدائق المنتزه اتطورت بشكل كبير جدا الفترة اللي فاتت. اتحسنت الطرق والمواصلات، اتجددت المباني التاريخية، اتعملت فنادق جديدة، كمان اتعملت بحيرة صناعية. الهدف من المنتزه إن هو يكون مكان عالمي يجمع ما بين التاريخ والاستجمام. يلا بينا. من الفنادق الجديدة اللي تم إنشائها فندق الملكة ناريمان، وده مبني على شاطئ عايدة جوه الحدائق كجزء من خطة التطوير الضخمة اللي شغالة هناك. يعني لو رايح المنتزه مش بس هتستمتع بالحدائق، لا كمان هتاخد تجربة فندقية ملكية على أصولها. هي دي حدائق المنتزه. كل اللي انتوا شايفينه ده الدولة قامت بمجهودات كبيرة في تطوير وتحديث حدائق المنتزه لتحويلها لوجهة سياحية عالمية. كل الجهود دي بتهدف لتعزيز ومكانة حدائق المنتزه كأكبر حديقة ساحلية على حوض البحر المتوسط لخدمة 5 ملايين من السياح المصريين والأجانب سنوياً. لو عايز تعيش تجربة ملكية وسط الطبيعة والتاريخ يبقى لازم تزور حدائق المنتزه. مكان ساحر فيه بحر، قصور، بحيرات، شلالات، وكل ده في جو هادي وجميل. ما تفوتش الفرصة، تعالى واستمتع بأجمل مكان على البحر المتوسط. برج خزان المية اللي جوه حدائق المنتزه ده مبنى تاريخي معمول على شكل مثمن وارتفاعه حوالي 45 متر. البرج ده كان بيستخدم زمان عشان يخزن المية لري الحدائق الملكية، وكمان يخدم القصور اللي جوه المنتزه. سعته كانت بتوصل لحوالي 20,000 متر مكعب. وأكتر حاجة هتبسطك وانت في الحديقة الجراج اللي موجود فيها. جراج حديث على مساحة 15 فدان، بيتكون من 4 مباني بارتفاع 3 طوابق، لكل منهم سعة إجمالية تبلغ حوالي 2250 سيارة. الجراج بيضم 80 سيارة كهربائية بالإضافة إلى 178 للسيارات العادية، و8 مواقف للحافلات، و12 موقف للحافلات الكهربائية. انتظروني في جزء تاني لحدائق المنتزه. وبكده تكون انتهت حكايتنا، لكن حكاياتك يا مصر ما بتنتهيش. استنوني في حكاية جديدة. سلام. لكل حكاية أصل، ولكل مكان عنوان.